كثيرة هي تيارات الاستيلاب التي تسعى للقفز على معطيات التاريخ والواقع بعلومه الحديثة، وتبني خطاباتها بالهرطقة والسفسطة الكلامية لتغريب المغاربة والشمال إفريقيين داخل أوطانهم، وجعلهم تابعين للغير تنفيذا لأجندات إيديولوجية تسعى لطمس الشخصية الأمازيغية وربطها بالشرق، وإلا فإنها ستعتبر كل من يخالفها مصدرا للفتنة والعداء للعرب وخدمة للأجندة الخارجية. لكن السؤال المطروح: هل خطابنا موجه للعرب في الأصل؟ وهل نعادي العرب الحقيقيين؟ الجواب سيكون بلا. فمقارعتنا ليست للعرب باعتبار أن معركتنا معهم حسمها التاريخ، سواء كانت غزوا بحيث شهد التاريخ على معركتي بقدورة والأشراف اللتين وضعتا حدا للغزو العربي لأراضينا، وحسمت بهزيمتهم ونهاية نفوذهم بشمال إفريقيا، بل وكانت نهايتها إسقاط الخلافة الأموية بسبب فناء جيشها في المعارك ضد الأمازيغ. صحيح أن العرب متهمون بغزو هذه الأرض في فترة تاريخية ماضية، كما غزا الأمازيغ أيضا بدورهم إيبيريا أي إسبانيا والبرتغال، وحتى جنوب فرنسا، وكذا بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. فلا يجب أيضا أن نتنكر نحن لأخطاء أجدادنا تجاه الآخرين، بل يجب أن نعترف بأخطاء الماضي كما هي، ونؤسس للتعايش السلمي بين كل الشعوب وفق مبدأ الاحترام المتبادل. لكن هل يعقل أن نعلق تاريخنا على شماعة الماضي ونسعى لتمزيغ إسبانيا والبرتغال مثلا ودول جنوب الصحراء في إفريقيا لأن أجدادنا قاموا بغزوها في الماضي؟ ذلك سيعتبر جنونا تماما، مثل ما يسعى التعريبيون لتعريب شمال إفريقيا اليوم. وعندما نقول التعريبيون فإننا لا نقصد العرب الحقيقيين. وبالمناسبة فالعرب في الخليج لم ينخرطوا يوما في مسلسل التعريب، بل كل من صنعوا أسطورة القومية العربية هم لبنانيون وسوريون وعراقيون ومصريون وغيرهم، ولسنا وحدنا من يقول هذا الكلام، فحتى العرب الحقيقيون يقولونه، وهذا رأي هذا الإعلامي السعودي. شتات الرومان هم الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين بدعوى القومية العربية، وهم الشتات الرومان ما هم عرب ولا لهم في العروبة عرق ولا عندهم لغة غير العربية، يعني ما ألومهم، ما عندهم لغة، هم يعرفون أنهم ما هم عرب ولا عندهم لغة تجمعهم، هم لغة صليبية، لغة رومانية، ما يدرون كنعانية فينيقية، ما يدرون شتات. فمعلش يتكلمون اللغة العربية وحنا نسميهم شتات، ما شتات العرب. بس انتوا يا الشمال الافريقي لا تحسبونهم عرب، يعني لا تحسبون هذول عرب، هذول اضروا فيكم اكثر مما اضروا فينا حنا. وما جعل هؤلاء المستلبين من المنتمين لهذه البلدان ينخرطون في العروبة هو فقدانهم لهوياتهم الأصلية بتضييعهم لأصولهم ولغاتهم، وهو ما جعلهم يحسون بعقدة النقص وضياع البوصلة، ودفعهم لاستعمال مظلة العروبة لتسول الهوية من بلدان الخليج. وهو أمر لا ينطبق علينا نهائيا في شمال إفريقيا، حيث ما زالت لغتنا حية مقاومة وتميزنا كشعب عريق وحر له حضارته وعاداته وثقافته. ندرس العربية ونتكلم بها نعم، لكنها ليست هويتنا، وهذا لا يجعلنا ننصب العداء للعرب الحقيقيين، بل نحن نعرف أن أكبر من يهدد هويتنا الوطنية هو شتات المستلبين عندنا، الذين يحسون بالنقص من هويتهم الأصلية ويتبعون ما سماه الصحفي السعودي بشتات الرومان، الذين بنوا هوية الوهم العربي بتحريف المصادر التاريخية ونسب منجزات الحضارة الأخرى للعرب. أفعال التعريبيين وتضليلهم أضرنا وأضر العرب الحقيقيين،
لدرجة مل فيها الخليج نفسه من خدعة العروبة، وصار ينادي هؤلاء المستلبين للعودة لجذورهم والابتعاد عن العروبة التي لا تعنيهم. وهذا ما قاله الأمير خالد الفيصل السعودي فيهم فيما مضى: حنا العرب يا مدعين العروبة، وحنا أهل التوحيد وانتم لها جناب، وحنا شروق المجد وانتم غروبة، وحنا أهل التاريخ وانتم بها غراب. يوم الفقر شلتوا علينا عيوبه، واليوم عقب النفط جيتوا لنا نساب، ويوم الفقر فينا البداوة سبوبة، واليوم صرتوا مثلنا بدو أعراب. المقطع من القصيدة كاف ليبين أسباب هرولة البعض للعروبة، وأرجعه خالد الفيصل لظهور النفط بعدما كان هؤلاء ينفرون منها في السابق حسب نص القصيدة، وهي الحقيقة التي يخفيها المستلبون من مدعي العروبة خارج وطنها في الخليج. لكن ما يهمنا هو نظرة الخليجي أي العربي الحقيقي لخارج محيطه الخليجي، وهل يعتبر المستلبين عربا؟ لنشاهد الفيديو. حتى لو يجينا واحد يقول لي مثلا العربية لسان وليست العربية أبا أحد منكم، من تكلم العربية فهو عربي، هذا حديث ضعيف نقوله للاستئناس. هذا راعي بعير بالأصل، يجيناك على جمالنا صحيح، عربناك ما كنت عربي ولا كنت مسلم وأسلمت. اللي هاجمون أنا أسميهم دائما الناطقين والناهقين بالعربية، من قبل النفط هم ينظرون لك بنظرة دونية. الجواب واضح في هذا الباب، فهو يعتبر المستلبين مجرد ناطقين أو حتى ناهقين بالعربية. لكن هل المثقف العربي المشرقي ينسب منجزات الآخرين له؟ كما يحاول المستلب تصوير ذلك في كل خرجاته. لنشاهد الرد. طارق بن زياد الأمازيغي، هذا الشعب العظيم الذي يعني كان هو الذي قاد الفتوحات في كل أفريقيا وكل أوروبا وكل شمال أفريقيا. كان الأمازيغ هم الأساس في هذا. العرب كانوا قلة وكانوا يعني مساهمين، لكن الأغلبية الساحقة كانوا هم الأمازيغ. فتحية لشعب الأمازيغ العظيم. كثير من الناس يظنون أن المسلمين في الأندلس هم القادمون، هذا من الأباطيل. أن أهل المغرب هم أهل الأندلس، هم المسلمين في الأندلس. ناقشنا مؤخرا موضوع الأندلس وقلنا بأن حضارتها أمازيغية، وهو ما أثار المستلب وأجج غضبه، وأرادنا أن نعتبرها عربية. وما قيل في التصريح الماضي ينسف أوهام المستلب. فهل المفكرون العرب في الخليج طبعا يعتبرون حضارة الأندلس عربية؟ الجواب في هذا الفيديو. ابن تاشفين هذا رغم أنه ليس بعربي، هذا من البربر، لكنه جاء قضى على ملوك الطوائف في الأندلس المتناحرين والمتنازعين العرب، علما أن ملوك الطوائف أغلبهم ليسوا عرب. العرب أقلية، وأقوى ملك عربي في ملك الطوائف هو المعتمد بن عباد، بس البقية إما بربر أو إسبان أو موالي. لكنهم صوروا الناس أن هذه ملوك الطوائف عربية، ثم صوروا لك كيف جاء ابن تاشفين وقضى عليه. أكيد أن المستلب سيصدم بكل هذه الأجوبة، وسيعرف أن العربي الحقيقي لا يحتاج للتزوير والتدليس للتاريخ ليصنع له هوية وشخصية، لأنه هو المالك الأصلي للهوية العربية التي يهرول إليها المستلب. فالمستلب وحده فقط من يحاول تعريب كل شيء، لأنه تائه ودون هوية، فهو لا يرضى بهوية وطنه الأصلية، ولا العرب الحقيقيون يقبلون به. أزول، والسلام عليكم.